عايز تفضلي شباب وتفضل بشرتك نضره وحلوه كده، هقولك على فيتامين مهم جدا وللاسف كلكم بتاخدوه بطريقه غلط. بيدخل في تكوين الانسجه والكولاجين بتاع البشره، بيساعد في التئام الجروح، بيقوي المناعه ويحميكي كمان من العدوى لانه بيقوي جدار الخلايا، وبالمره بيساعد في امتصاص الكالسيوم والحديد فمش هيحصلك انيميا. ده مين الخطير ده فيتامين سي. طب احنا بناخده غلط يعني ايه يا دكتور؟ اقولك لان مصادر فيتامين سي من الاكل افضل بكتير جدا من مصادره لما تاخديه في صوره حبوب، لان ده فيتامين رقيق جدا وبيتاثر بالاكسده وبيتكسر بالحراره. فانا علشان خاطر اخده وجسمي يحتفظ بيه واستفيد باقصى استفاده منه، اخده مع الالياف اللي هي اوريدي موجوده في الفواكه وفي الخضروات. عشان كده دايما بقول لو عايزين تاخدوا فيتامين سي مصادره في الاكل احسن بكتير جدا من مصادره في الدايتري سبلمنتس او الكبسولات اللي احنا ممكن نكون بنشتريها. اخده منين؟ البرتقال، الكيوي، الفلفل الاخضر، اسهل 3 طرق اخد منهم واحده منهم كل يوم، هتغنيني عن مشاكل كتير قوي وتخليكي تفضلي حلوه كده وبس. في ابسط من كده؟